السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم وعلينا بخير، اللهم امين. واجبر خواطركم جبرا يتعجب به اهل السماوات والارض. تعالوا بينا النهاردة نشوف اللي عندها مش زي حالاتي وتجيل كده البلاليص او الزلعة شرباه، البلاص او الزلعة زي ما بتسموه. هنعمل فيه ايه؟ زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، المش المفروض يبقى خفيف على الجبن. انا الزلعه بتاعتي نضحت رشحت المش، فاللي فاضل التقيل بالجبنه كده. فطبعا هياكل الجبنه، ما ينفعش يا حبايبي، لازم المش يكون خفيف شويه عليه. هنعالجه ازاي؟ خليكم معايا لاخر الفيديو وهنشوف. طبعا انا جبت البرميل ده اللي قلبه ابيض النضيف، هو اللي فيه بلاستيك وبيبقى قلبه زي براج وزي برا، انما دي قلبه ابيض النضيف للمش. معايا 3 كيلو لبن بقري، يكون بقري مش جاموسي، ان اللبن البقري خفيف وحلو للمش، ما يتقلهوش على زي اللبن الجاموسي دسم. حطينا عليه معلقتين 3 شطه. انا ما حطيتش ملح لاني انا المش بتاعي مالح بزياده. لو مشك عادب مش مالح قوي هتحط حوالي كل كيلو لبن معلقه ملح. فانا حطيت اللبن على الجبنه وهو سخن عادي عشان اغسلها من المش التقيل اللي عليها، عشان الف المش كله في بعضه يبقى خفيف، ما يبقاش الجبنه عندي قديمه. انا ما عملت الجبنه السنه خالص جديد، لان عندي جبنه ياما، فخساره نخلصها الاول وبعدين نخزن غيرها جديد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، انا جبت الغربال السلك كده او المنخل السلك اللي بنحلل بيه الدقيق، وهنصفي المشي بقى. طبعا قلبناه في بعضه باللبق بالشطه. الشطه الناعمه الحراقه يا حبايبي بتحافظ على المشي بتاعي. دي حتت جبنه يا حبايبي كده بشيلها خساره، حتت صغيره بس حلو. برضو حتت جبنه فيه بندوبوها مع المشي كله بروح في المشي بيبقى حلو. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. طبعا هتصفي مشك حلو كده، لان الزلعه بتاعتي لما رشحت المش قشرت يا حبايبي من قلبها، بدأت تعمل حتت او الشكف بتاعها يطلع حتت كده حمرة من قلبها، بدأت تبوش يعني تبوظ. هي بقى لها عندي حوالي 4 سنين، هو كانت حلوة ما شاء الله حلوة يعني، بس كل حاجة ليها وقت برضو، ما عادش حاجة زي الأول. ان انت زلعة او بلاص، ما عادش صناعة الحاجة زي الأول. كان اهلنا زمان بيعملوا من غير اسمنتي، من غير ما يودكوه، من غير اي حاجه. كان الشرش بتاع الجبنه بس كده يملوا البلاص بيه او الزلعه لمده يومين ينقعوها ويحطوا مشيهم على طول، كانت انها ما شاء الله عليه. فانا بقى اختصرت المسافه وجبت البرميل الصغير ده يا حبايبي، هو ممكن ياخد له حوالي 20 كيلو جبنه. بس طبعا احنا هنعمل فيه على قدنا بالمشي بتاعنا، ومش هنملاه للاخر مشي، عشان المشي يا حبايبي في الحر بيفور بيزيد. فعشان ما يفورش من البرطمان او البرميل ويكوب بخسارة، نسيبه منه شوية فاضية. ولو عندك مشيك زيادة هتحطيه في برطمان او حاجة ريحة. طبعا انا صفيته كله حبايبي كده، وقلبت اللبن بالشطة كله في بعضه وبقى حلو، والجبنة زي ما انتم شايفين وهفضيه. وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا رب. فطبعا انتوا لو مشي خفيف خالص حطيه في حله زي ديت وحوشي منه جبنتك بعد ما تصفيه، وحطيه في حله زي دي على البوتاجاز. ان شاء الله يغيب 3 ساعات على البوتاجاز يغلي.
تغلي فيه على البوتاجاز طول النهار لو امكن، هياخد لون معاكي وهيتقل، وهيبقى ما شاء الله عليه ريحته حلوه. ودي يا حبايبي ملح مش او خميرة مش، بس هو ملح مش او ملح دود. فانا بحطه في قماشه خفيفه زي ما انتوا شايفين كده، ونحط على الوش عشان ما نحطش على المش يمرره. فطبعا جبت قماشه بين الغطا والبرميل تحافظ عليه عشان ما يبقاش الغطا برضو كاتم بلاستيك عليه ويعمل فيه ريحه او كده، القماشه برضو تبقى انضف. ولفتة حلوة كده، وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ما نحرمش منكم يا احلى اخوات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش اللايك